الشيخ يارنبي الحضري الحقيقة ممكن نقول نقطة فارغة، ولن يتكرر هذا الشيخ. وللتلميذ أن يقول في حق شيخه ما يقول، طالما أنه تلميذ السيوطي قال عن السيوطي: حلف الزمان ليأتين بمثله، حنست يمينك يا زمان فكف لي. مسألة مهمة جدا اللي هي مسألة الشيخ المرشد. نعم. نحن في هذا الزمن لا نفقد العلم، ما أكثر العلماء، لكن نفقد أهل التهذيب ونفقد أهل الصلة بالله الراسخين، أهل الاعتماد والتوكل على الله عز وجل. ضرورة الشيخ المرشد من الأهمية بمكان. هل أتبعك على أن تعلمني ما علمت رشدا؟ ونحن طبعا الناس الآن يقول لك النصوص، لا بد من سرد النصوص. أهمية الشيخ المرشد مطلوبة في زماننا هذا. الرحمن فاسأل به خبيرا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واتبع سبيل من أناب إلي، ولكل قوم هاد، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. والشيخ الفاتح هو شيخنا وهو الذي سلمني الإجازة. أنا قرأت على الشيخ يارنبي الحضري، لكن الشيخ الفاتح هو من الطبقة الأولى. دائما الشيخ عنده طبقات زي الأئمة الأعلام الكبراء، يقول لك ديل التلاميذ من الطبقة الأولى، ودي الطبقة الوسطى، ودي الطبقة يعني الصغرى. الطبقة الأولى اللي هم المقربين نهلوا علم أكثر من غيرهم، نهلوا علم ووجدوا الشيخ ذاته في فترة باكرة. نعم. وأفاض عليه من علمه. زي ما بقول أنا قرأت على الشيخ بالدار يقول لك من أبكار الشيخ. نعم، هو من أبكار الشيخ. نعم. من أول الذين تشرفوا بالجلوس أمام الشيخ ونهلوا منه العلم. يمكن نحن نقول الطبقة الأخيرة يعني. فالإجازة يوم أن استلمتها من الشيخ يارنبي، الشيخ الفاتح وكذلك صنوه الشيخ عبد الحميد الصباحي له التحية، دي كان الناس اللي بيسلموا الإجازات. نعم. فأنا استلمت الإجازة من الشيخ الفاتح من الشيخ عبد الحميد، وأجاز للشيخ يارنبي الحضري. الشيخ يارنبي الحضري الحقيقة ممكن نقول نقطة فارغة، ولن يتكرر هذا الشيخ. وللتلميذ أن يقول في حق شيخه ما يقول، طالما أنه تلميذ السيوطي قال عن السيوطي: حلف الزمان ليأتين بمثله، حنست يمينك يا زمان فكف لي. افتقدناه في هذا الزمن الذي نعاني فيه الصراعات، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، فكان هو المرشد وكان هو المربي الذي جمع بين العلم وبين العمل. فما اكتفى بالعلم، الشيخ كان بحر متلاطم الأمواج في العلم، جمع علوم الشريعة. وده جماعة صح نتكلم عن العيد وعن الفرح، لكن لابد نربط الناس بأناس يعني خرجوا من هذه الحياة لكن تركوا باكورة أخلاقية، أفرحونا، تركوا أثر. نعم. يعني جعلوا الفرح يتخلى القلوب، ولا بد من سرد سيرتهم. ونحن في يوم الفرح، ده يوم الفرح، ولا بد نربط القلوب بأمثال هؤلاء الرجال. نعم. الشيخ يارنبي كان حاوي لجميع العلوم، لكن اختار الخفاء، اختار أن يكون بعيدا. يعني هو من الأعلام الذين ابتعدوا عن الإعلام. ما استهوته الكاميرات، ما استهواه المال، ما استهوته المناصب. كان رجل يعمل لله عز وجل، شعاره في ذلك: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الجالس بين يديه كأنه جالس بين يدي ملك عظيم. يذكرك بقول الله: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الحقيقة ما قدمه الشيخ يارنبي الحضري للسودان من علماء، من أهل قرآن، من أهل ورع، وهم مرشدين، أنا أقول بكل جرأة، وهي جرأة محمودة، لم تقدمه الجامعات، لأنه ربط بين العلوم الشرعية، وده في خفاته ما كان يريد أي حاجة، ولا في تلفزيون بيجي بيصور، كان لله عز وجل. أنا أخذ مداخلة كده عفوا، يعني أنت عندك حق الفيديو. قال الجامعة نعم. يعني وبالمثال اتضح المقال. يعني الآن أخونا الدكتور سفيان بيتكلم عن شيء أنا أطبق. أنا ما دكتور يا مولانا. دكتور عندي. دكتور عندي يعني. دكتور بمعناها الحقيقي. دكتور مش هذا. لكن طبعا على وشك شيخ سفيان إن شاء الله. يعني أقول يعني قال يعطيه ما في جامعات. أنا بصراحة أقول الآن على الهواء مباشرة، أنا العلم الذي نلته من الشيخ لم أنله في جامعات. الجامعة كانت عبارة عن تغنين نعم. لما تعلمته من هذا الشيخ وغيره. برضه الشيخ الطريفي برضه خد عليه، لكن القطعة المعلقة كان شيخ أبو النبي. أنا قمت ببوتغة الجامعة، بوتغة ببلورة هذا العلم واضطرت في شهادات. نعم. لكن والله لم أفد منها إلا قليل. وده مصداقية اللي يقول أخونا الشيخ سفيان، إنه الجامعات تعطيك يعني منهجية،
تعطيك انضباط. لكن العلم الحقيقة إذا الإنسان ما جلس وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه ما بين العلم. سيدنا جبريل عليه السلام عشان كده يعني جامعات فيها هناك مشايخ والله يعتبروا هم يعني درجة بروفيسور الكلام يعني انتهى. نعم. ولذلك إذا كان أنا بروفيسور الآن يعني ما كانت إلا بهذا الشيخ. نعم بسببه. بس الحقيقة الشيخ جار النبي يعني كثير من الدعاء ما هم إلا صنيعة إعلامية، لكن الشيخ جار النبي تجربة فريدة. نحن بنوجه ناس القنوات الفضائية والناس المهتمين لابد يقفوا على هذا الأمر، يمشوا إلى الاستديرة عشان يجدوا العلم يجدوا العمل. والتحية لأبنائي الخليفة الأول الشيخ أبو بكر، وكذلك شيخنا الشيخ عمر جار النبي الحضري، والاستديرة لرمالها لأشجارها للخلاوة ولكل الذين يقطنون فيها.